بيحب في الراجل الجدعنه، وبيحب في الست وفائها، وبيحب عبد الحليم جدا. في كل لقاء تلفزيوني بيقول ان هو بيحب عبد الحليم، وفي كل لقاء في الراديو بيقول انه بيحب عبد الحليم. وظهر برضو مع عبد الحليم في فيلمين هنتكلم عليهم دلوقتي. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم امل في اعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. الفنان الجميل رشدي أباظة عمل فيلمين مع عبد الحليم، فيلم موعد غرام. أنا أحب النجوم. خد عندك النجوم في عز الطور. مالك يا نوال؟ خلاص مشي؟ أيوة راح في 60 داهية. إيه صعب عليكي؟ لا بس ما بقدرش أشوف المناظر. أنا آسف. وفيلم دليلة. فيلم دليلة ده كان ظهر كده ضيف شرف، يعني محدش ياخد باله منه، في أغنية كان في زمان قلبين. هو وزبيدة ثروت كانوا ظاهرين في الفيلم من ضيوف كده اللي في الفيلا. لكن دايما في كل لقاء تلفزيوني رشدي أباظة بيقول ان هو بيحب عبد الحليم، احب الاصوات الى قلبه صوت عبد الحليم حافظ. لكن رشدي أباظة الفنان الجميل ده اللي من الزمن الجميل ده يعني استوقفني حاجات كتير قوي في حياته واسرار كبيره قوي في حياته. يعني ايه انسان يدفن 3 مرات؟ رشدي أباظة اتدفن 3 مرات. ليه بقى اتدفن 3 مرات؟ اول مره خالص لما تعب قوي 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 وكان صحته خلاص في النازل، والدكاتره قالوا ان هو عنده مرض مش هيعيشه غير 6 شهور، بس اخفوا عنه الموضوع ده. لكن والدته مش عارفه، مع انها كانت بتحبه قوي، حطت له التقارير دي بين اوراقه وشافها وعرف انه فعلا عمره في الدنيا 6 شهور بس، وما كانش لسه بني مقبره ولا اي حاجه، الدنيا برضو بتلهي. فراح عمل المقبره وكتب عليها التاريخ اللي هو من وقت ما هو عمل المقبرة لمدة 6 شهور، كتب تاريخ الوفاة على المقبرة. كتب 27 يوليو 1980. لكن هو ما توفاش في يوليو، اتوفى في مارس، يعني عمره طال اكتر من 6 شهور. يعني الدكاترة بيدوا نسبة تقريبية للمرض، وطبعا كله بإذن الله. لكن هو كان تعبان وفعلا مات، لكن في شهر مارس 1980. مدفنه في سقارة في الهرم، هو اللي اختار المدفن ده. لكن والدته كان ليها مدفن تاني غير اللي في سقارة في الهرم. فلما توفى رشدي أباظة حطوه في المدفن اللي هو طلب ان هو يدفن فيه. لكن والدته قالت لا، انا عاوزاه يدفن في المدافن بتاعتنا، وخرجته تاني ودفنته للمرة التانية في المدافن بتاعتها. لما توفت والدته بنته قالت لا، انا ابويا موصي انه يدفن في المدفن اللي هو عمله. فراحت بنته خدت برضه جثمانه تاني ودفنته للمره الثالثه في المدافن بتاعته اللي هو كان بنيها من الاول. فكده بيكون الدفن فعلا رشدي أباظة 3 مرات. وكان مرضه فعلا خطير، في اواخر ايامه مرض في ورم في المخ، وكان فعلا لابد ان هو يبني المقبره دي، وتوفاه الله في مارس 1980. لذلك بنلاقي على المدفن بتاعه تاريخين، التاريخ اللي هو عمل بيه المقبره والتاريخ اللي هو فعليا اتوفى بيه. واتوفى رشدي أباظة في شهر رمضان، وده شهر كريم، ربما ربنا بيغفر فيه الذنوب زي ما بيقولوا، لان كل انسان بيتحاسب على عمله وفعله مع ربنا، ما حدش يتدخل في حسابات ربنا ابدا. حاسس ان انا مثلا 50 سنه اكبر من سني. إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. يعني حصلت عندك شيخوخة مبكرة؟ شيخوخة مبكرة، وخصوصا في العواطف. وحتى هو سبحان الله كان في غيبوبة في آخر أيامه بقى. عيش معاك اللحظات دي بأمانة، يعني احكي لي إيه اللي حصل؟ صعب يا مدام أمال، يعني بدون ذكر أسماء. ما أنا بقول صعب، ما أصلي صعب لأنه بقول لسيادتك يعني من أقرب الناس ليا، فدي اللي علمتني قوي. من لما دخلت أوضة العمليات لغاية ما طلعت بعد 10 أيام، لمدة 10 أيام كل يوم كنت باخد 15 ضربة قاضية. لا وأنت تحت وأنا في كوما. وأنا في كوما. إنما اللي ربنا داوني، وده برضه بقول له القوة الجسمانية، إن أنا أول ما طلعت من العملية كان مخي بيشتغل زي الكمبيوتر. كان الورم في المخ وصل لمراحل متأخرة خليته دخل في غيبوبة، ولكن قبل ما يموت ب 19 يوم بالتحديد فاق فعلا من الغيبوبة، وبدأ يتكلم معاهم وسلم على بنته وسلم على أمه وسلم على حفيده، وكأنه فعلا بيودع منهم، وكأنها فعلا صحوة الموت. صحوة الموت ما أرى أم أرى غفوة الحياة.
وكان اقرب اصدقاء لقلبه احمد رمزي، وكان ليه بصمه جميله جدا في السينما، هو دون جوان السينما العربيه. رشدي اباظه مفيش ست اتجوزته الا وشكرت فيه، مفيش ست حتى بعد طلاقها منه شتمت فيه ولا قالت عليه حاجه وحشه، بالعكس كلهم بيشكروا فيه وبيقولوا ان هو شخصيه كان محبوب جدا رشدي اباظه. وكان فعلا هو في السينما ليه شنه ورنه. هو من عيله اباظه اللي في المنصوره، ووالده كان ضابط شرطه كان اسمه سعيد اباظه، ووالدته ايطاليه. اتولد سنه 1925 ودرس في اسكندريه وعاش في اسكندريه، وكان معاه لغات كتيره جدا، ودخل كليه الطيران بس سابها، ما حسش ان هو عايز يعني يبقى طيار، عايز يبقى فنان. في الاول خالص كان بيحب الرياضه، وفعلا كان شغال في كمال الاجسام، وكان بيظهر في الافلام كده، حتى في فيلم مع اسماعيل ياسين كان ظاهر فيه ان هو يعني مدرس رياضه، لان هو كان جسمه رياضي. وفي فيلم موعد غرام برضو كان طالع بدور رياضي. اكتشفوا المخرج بركات وبدا يتواصل بقى مع احمد رمزي، وبدا يدخل في عالم السينما. عبد الحليم كان ليه موقف مع رشدي اباظه طريف جدا. الموقف ده كان رشدي اباظه عازم عبد الحليم عنده في البيت على الغداء اليوم ده، وكانت مرات رشدي اباظه وقتها ست ايطاليه. الست الايطاليه ديت يعني مش عارفه عبد الحليم قوي، وكان اليوم ده كان جاي الحلاق لرشدي اباظه برضو، فهو قال لها لما يجي الحلاق بيدخليه على الحمام وانا جاي له هروح اشتري سجاير واجي. لما خبط عبد الحليم، ما خبطش الحلاق، راحت الست الايطاليه خدت عبد الحليم على طول دخلته على الحمام، وعبد الحليم ساكت مش بيتكلم. فقعد كده مستغرب، هو ايه الايطاليين يعني بيقابلوا الناس في الحمامات ولا ايه؟ بعد شويه رشدي اباظه قالت له بقى الحلاق في الحمام، دخل لقى عبد الحليم قعد بقى يضحك، وكان موقف مضحك جدا. قال له طب انت مش تقول لها؟ قال له اقول لها ايه؟ انا لقيتها فتحت لي الباب دخلتني على الحمام على طول، قلت يمكن الايطاليين بقى بيقابلوا الناس في الحمامات ولا ايه؟ وكان موقف طريف جدا لعبد الحليم ورشدي اباظه. رشدي اباظه ليه زوجات كتيره جدا زي ما قلت، من اشهرهم طبعا ساميه جمال اللي عاش معاها حوالي اكتر من 10 سنين، ممكن بيقولوا كمان 17 سنه، وكمان تحيه كاريوكا. وصباح اتجوز ممثلات كتير، بس اول زوجه خلف منها بنته اسمت هي الزوجه الايطاليه الاولى. في طلعت اشاعات كتيره ان رشدي اباظه كان ممكن يبقى ممثل عالمي لانه بيعرف لغات وكده، وانه كان بيغير من عمر الشريف، والحاجات دي ملهاش اساس من الصحه ومحدش اتكلم فيها. الراجل كانوا لما بيستضيفوه في اي لقاء تلفزيوني ولا اذاعي حتى كان بيشكر في كل زملائه، ما كانش بيعيب في اي حد، وكان فعلا محبوب وسط زمايله. فربنا يرحمه رحمه واسعه من عنده، وافلامه الكتيره تشهد ليه بالفن بتاعه، وكل افلامه جميله جدا. رشدي اباظه عمل كوميدي، عمل تراجيدي، عمل شرير، عمل حاجات كتيره جدا. هو فعلا فنان من الزمن الجميل، ربنا يرحمه يا رب رحمه واسعه من عنده. وكل محب الزمن الجميل وكل فنانين الزمن الجميل دول احنا بنعتبرهم من اعز الناس. فيا اعز الناس ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان نكبر قناه اعز الناس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.